الله وبركاته. وعلى بركة الله اليوم راح نبلش وياكم فيديو ثاني من وصفاتنا الخالية من البروتين. أنا قلت فيديو ثاني لأنه تابع للفيديو الأول اللي هو كان وصفة حليب اللوز اللي سويناها من اللوز. فالوصفة الثانية مثل ما وعدتكم هو راح نسوي جبنة من حليب اللوز نفسه اللي سويناه. فهذه بالبداية هذا كوب من حليب اللوز راح أسخنه على النار، مجرد تسخين مو غليان، يعني بس يسخن، بس تظهر فقاعات بسيطة على الحواف رأسا أطفي النار، ماكو داعي بعد أخليه يغلي. خليكم ويانا. شوفوا يا بنات، أنا هسه حطيته على النار وواقفة يمه حتى أراقبه، لأنه ما أريده مثل ما قلت لكم يغلي، مجرد بس فقاعات تظهر على الحواف مباشرة أطفي النار. لاحظوا بنات، بس مجرد شوفوا بس تلاحظون هاي الفقاعات اللي صارت على الحواف، بس هو من جهة واحدة. هذه الفقاعات شوفوا هذه بدت تظهر. هنا بعد ما احتاج يعني انه اخليه يغلي زيادة، اكتفي بهذا القدر واطفي النار عليه. رجعنا بعد ما دفى الحليب، طبعا مثل ما تلاحظون شوفوا شلون شوي ثخين. ليش؟ لان انا اصلا ما صفيته، ومصفيته كان صار اخف من هيك، بس انا اساسا اريد استخدمه للجبن فما صفيته لما سويت الحليب. راح اضيف عليه عصرة ليمون، وراح اضيف عليه ملح طبعا، وحسب الرغبة نضيف شوية من زيت الزيتون اذا متوفر عندكم، يعني ملعقة كوب تقريبا زيت الزيتون، وحسب الرغبة. هنا راح اخلطه جيد، حتى شوي الليمون هذا المتبقي من عصرة الليمون. زيت الزيتون اختياري. يحتاج له شوي ملح طبعا حسب ما ضقته شوية، تقدرون تذوقونه عادي. وهنا ايش راح اسوي؟ هاي المرحلة راح اغطيه واتركه تقريبا 3 ساعات. وهذه بعد ما تركت المادة، وهذه حضرت هنا قطعة قماش نظيفة وتحتها مصفي وتحتها طاسة مثل ما تشوفون. هذه هنا يعني مثل طريقة الجبن العادية اللي نسويها، نفس الشيء. راح افرغ الخليط اللي سويته مالت الجبن واغطيه هالشكل، واخليه يعني كم ساعة الى ليلة كاملة بالثلاجة حتى يكسب قوام يعني شوي ثقيل. انا ما يعني اخلي قوامه جدا ثقيل، لكن يعني قوام مناسب وتصير جبنة كريمية يعني نقدر ناكلها بسهولة. فحاليا راح اغطيه مثل ما قلت لكم، راح شوي بهالطريقة هذه. هنا مثل ما تشوفون راح اغطيه واتركه بالثلاجة، راح ينزل الماي مالته الزايد حتى يتكون لي الجبن. ومثل ما قلت لكم كم ساعة الى ليلة كاملة بالثلاجة. هاي بنات لفيتها بهالطريقة هذه، وراح اخلي فوقها ثقل طبعا حتى ينزل الماي مالته عبر المصفي، بس وين؟ بالثلاجة مثل ما قلت لكم، بعد يعني ما نخليه برا حاليا. اذا شوفوا بنات، هذه النتيجة النهائية للجبن بعد ما تركته ليلة كاملة بالثلاجة.
لفيته بقطعة القماش وتركته. هذا فتحته وشوفوا النتيجة مالته ما شاء الله. طبعا طعمه لذيذ. اختياري، ممكن ترشون عليه حبة البركة أو ممكن رشة من النعناع المجفف، كلها تعطي نكهات لذيذة للجبن. هذه حسب الرغبة، إذا أنتم تحبونه سادة فعادي يعني ماكو مشكلة. شوفوا شلون يعني سهلة الدهن، تدهنون على الخبزة اللي خالية من الجلوتين. وطبعا حتى الناس اللي ما عندها حساسية قمح عادي تقدر تسوي هذه الوصفة، يعني ماكو مشكلة، هي مو مخصصة فقط لي، بس هي تساعدنا احنا كمصابين بحساسية القمح، وناس اصلا ممكن الحليب ما تتحمله، حساسية اللاكتوز عندها. فهذا حليب نباتي وجبن نباتي يفيدها، طيب ولذيذ وبسيط وسريع وسهل وكل شيء تمام ان شاء الله. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة، والتقيكم ان شاء الله بوصفات ثانية خالية من الجلوتين اذا الله كتب لنا. صحة وسلامة ان شاء الله لكم وللجميع، وتفاعلوا ويانا، اكتبوا لنا تعليقاتكم، اي شيء تحبون تعرفونه من الوصفات، ودعواتكم، واتمنى لكم صحة وسلامة، ونلتقي ان شاء الله بفيديو ثاني باذن الله بحول وقوتي. مع السلامة.